السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد المشروب اللي كنسميه أنا صيدلية طبيعية في الدار. إذا كنتو كتعانيو من السعال أو البرد أو كتحسوا ديما بالعياء، فهاد المشروب ديال الزنجبيل والحامض والعسل هو الحل والأهم من هاد الشيء. هاد المشروب راه كنز حقيقي، هو غني بفيتامين سي اللي كاين في الحامض، كيحمي الخلايا. الزنجبيل فيه مضادات أكسدة قوية بزاف كتحارب الالتهابات، أما العسل فهو مضاد حيوي طبيعي. هاد ثلاثة الحوايج كينقيو الجسم من السموم، كيعطيو طاقة قوية، كيخليو الجسم ديالك يقاوم الأمراض. ودابا بلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفو المكونات وطريقة التحضير. هنايا عندي الزنجبيل طبيعي، ما غاديش نحتاج هاد الكمية كاملة. هنا عندي 3 ديال الحامضات، وهنايا عندي 3 المعالق ديال العسل طبيعي، 3 المعالق كبارين عامرين عسل طبيعي. غادي ناخد غير واحد الكمية صغيرة، تقريبا واحد 3 سنتيم بحال هكا. غادي نحكا الزنجبيل، راه غسلته مزيان باش نستعمل حتى القشور ديالو. هنا من بعد ما حكيت الزنجبيل غندوز نحك القشره ديال الحامض. فقط غنحتاج غير القشره الفوقانيه، ما نوصلش لهاديك البيضه كتكون مره شويه، فغنكتفي غير بالقشره الفوقانيه. حتى الحامض تكونوا غاسلينه مزيان. هنا من بعد ما ساليت الحامض وساليت الزنجبيل، غادي ندوز نعصر الحامض ديالي. انا ما غنطحن حتى شي حاجه، كلشي غادي نخليه طبيعي. هذا المشروب هذا راه كيليق للدراري الصغار، الناس الكبار. هنا نزول هذوك العظيمات، ما غاديش نحيد كلشي، غنحيد فقط هذوك العظيمات. صافي، ونضيف هذاك الشيء للحامض باش حتى شي حاجه ما تضيع لينا. غادي نضيف الزنجبيل وهذوك القشور ديال الحامض. وغنضيف هذاك العسل. هنا العسل تقدروا تضيفوا الكميه اللي بغيتو على حسب الذوق ديالكم. كاين اللي كيضيف السكر، وهي من الاحسن تضيفوا العسل، كيبقى مشروب طبيعي 100%. هنا ضفت اطرو ديال الماء يكون طايب. غادي نحرك مزيان ونغطيه ونخليه حتى يبرد ونرجع معاكم. هنا من بعد ما برد المشروب ديالنا ندوز نزولوه من تما ونصفيوه باش يحيدوا منه هذاك القشور ويرجع مشروب صافي.
صافي هنا من بعد ما صفيت المشروب ديالي غادي نكب المشروب ديالي هنا في القرعه ديال الزاج، وهكذا كيكون المشروب ديالنا واجد، ريحته كتشاهي، الطعم ديالو منعش بزاف. نصيحتي لكم جربوه وخليوه يولي عاده عندكم، خصوصا في هذا البرد، وغادي تلاحظوا الفرق في صحتكم وفي الطاقه ديالكم. اذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم ديما الجديد والوصفات الطبيعيه. وقبل ما تمشيو خلي ليا في التعليق واش فايت لكم جربتوا بحال هذا المشروب ولا كتعملوا شي وصفات اخرى للبرد. وشكرا على حسن المتابعة، وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، تهلاو في ريوسكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، وصفات اخرى باذن الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.